كأس الأمم الإفريقية أو كأس المفاجآت الكروية. كان الكوديفوار بعنوان سقوط الكبار. كان لا تعترف بالتاريخ ولا بالفوارق الفنية، بل قالت لتفوز باللقاء يجب أن تكون ذا نفس طويل، كحال ناميبيا التي فازت على تونس، أو بالأحرى خسارة هذه الأخيرة في الدقيقة الأخيرة. وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء، بوركينا تحرم موريتانيا من مواصلة مفاجآت هذا الدور. بطولة لا تعترف بالورق بل بواقع الميدان الذي لا يصدق. الجزائر تعادلت مع أنغولا، ومصر بشق الأنفس تفوز بنقطة أمام الموزمبيق. غينيا فرضت التعادل على الكاميرون، ونيجيريا تخسر نقطتين أمام غينيا الاستوائية. هل هذه مجرد بداية وتعود المياه إلى مجاريها، أم أن كان الكوديفوار كتبت لفريق لم يفز بها من قبل؟ شاركونا آراءكم في صندوق التعليقات.